تردين تسترديهم حضانه. ماشي. تريد شيء من عندنا؟ تطالبوا بشيء انت؟ انا سيدي ايه. اطالب من قبلكم وزارة الداخلية، من قبل السيد الرئيس المحترم، بأن تتعاقب أشد عقوبة بالإعدام. إعدام. أنا أريد أطلع حق أخوي وبس، مثل ما كنت أريد. هذا الطفل البريء أصبح ضحية تصرف عائلي غير مدروس، لكن هذا التعنيف هو صدر من امرأة هي ليست أم لطفل، وإنما هي خارج إطار الأسرة. تبنت هذا الموضوع وأفضت في استخدام العنف لفترة طويلة، والأب غض الطرف عن هذا الموضوع باعتبار هو مطيع لهذه الزوجة، والدليل على ذلك هو سجل الدار باسمها في سبيل أن تقبل في حضانة هذه الأولاد، وبدت مرحلة الصراع بينه وبين هذا الطفل.